بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. حياك الله. نذكر السادة المشاهدين أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. بداية شيخنا، اقترب شهر رمضان ونحن على أبوابه، وهذا هو الشهر الذي له عبادات خاصة وأجواء مختلفة. دعنا بداية نسأل متى شرع شهر رمضان على المسلمين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت بالنسبة لشهر رمضان هو من الأشهر الفاضلة التي شرع الله تبارك وتعالى فيها شعيرة مهمة جدا، وهي شعيرة الصيام، وهذا من اختيار الله تبارك وتعالى ومفاضلته في الأزمان، كما أن الله تبارك وتعالى يفاضل في الأمكنة ويفاضل في عوالم الأشخاص والخلق، كذلك فاضل في الأشهر وفاضل في الأيام. ففي الأشهر شهر رمضان يعتبر من الأشهر الفاضلة لنزول القرآن فيه ولوجود ليلة القدر في هذا الشهر المبارك. وموضوع الصيام كذلك يدخل أيضا في تنويع العبادات عموما، حيث أن العبادات في تشريعها جمع الله فيها ما بين عبادات بدنية محضة وعبادات مالية محضة وعبادات تجمع ما بين المال والبدن. فعبادة الصيام هي من العبادات التي اختصت بالأبدان كالصلاة تماما. الصلاة والصيام اختصا بالعبادات البدنية، والزكاة عبادة مالية محضة، والحج جمعت ما بين المال وما بين البدن، وبالتالي يكون الإنسان سبحان الله متنقل في العبادات بين هذه الأنواع المختلفة ليرتقي ويطهر نفسه ويطهر دواخله بهذه العبادات المختلفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الناس جميعا ويهيئنا في هذا الشهر المبارك أن نخرج في نهاياته بما أراد الله تبارك وتعالى لنا، لأن الله عز وجل عندما يشرع أي شعيرة من الشعائر ليس هنالك مقصود بتعذيب الناس أو إيلامهم أو أذاهم، لا، الله عز وجل كما قال: ما يفعل الله بعذابكم. ليس هنالك شيء مراد لله عز وجل في تعذيب الناس وتعذيب الخلق، ولكن الله الذي خلق الإنسان يعلم ما يحتاجها هذا الإنسان لإصلاح داخله وإصلاح باطنه وكذلك إصلاح بدنه. فشرع الله تبارك وتعالى الصيام في السنة الثانية من الهجرة، أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة الثانية شرع الصيام، وكان مسبوقا بطبيعة الحال. كان الصحابة رضوان الله عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام يصومون، يعرفون الصيام ابتداء ولم يكن يجهلونه، سواء عرفوه من خلال ما بقي من ملة إبراهيم أو ما كان معهودا من صيام عند اليهود عموما الذين كانوا يجاورونهم، أو من خلال مشاركتهم لليهود في صيام عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة ووجد الناس يصومون عاشوراء كان يصوم، كانوا يصومونه. لكن لما جاء الله تبارك وتعالى وخاطبهم بالصيام خاطبهم بأمر يعرفونه. نعم. وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، سنة 624 ميلادية تقريبا. جميل. إذا ما هو الصيام وما هو المقصود منه تحديدا في شهر رمضان؟
الصيام أول شرع بقوله تبارك وتعالى شهر رمضان، بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فشرع الله تبارك وتعالى الصيام بذلك، ويعتبر دليله الكتاب هذه الآيات، ودليله كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة حديث جبريل عن ابن عمر رضي الله عنه قال بني الإسلام على 5 منها صيام رمضان، وكذلك إجماع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الصيام ليس أمرا مختلف فيه، يعني هو من القضايا التي هي محل اتفاق بين أهل الملة قاطبة، فليس هنالك من ينكر وجوب صيام شهر رمضان، ومن أنكر ذلك فإنه يعد عند ملة الإسلام قاطبة بأنه كافر كفرا يخرج من الملة، لأن ثبوت شهر رمضان ووجوب هذا الصيام واجب بكتاب الله، واجب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجب بإجماع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أقوى الأدلة تعتبر هي في هذا الجانب. يعني ماهية الصيام وذكرت بأن الألف واللام أو كتب عليكم الصيام، الصيام معناه معهود عندهم يعرفونه، الصحابة كانوا يعرفونه بغض النظر عن التفاصيل، لكن معنى الصوم عندهم في لغتهم كان يعني الامتناع عن شيء ما، امتناع عن أكل، امتناع عن شراب، امتناع البقرة أو الناقة عن أن تعطي لبنها، كل ذلك كان يسمى صياما. فمثلا مريم عليها السلام عندما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كان ذلك امتناع عن الكلام. ومنهم من ذهب إلى أن هذا كان امتناع عن الكلام الذي كان في حينها يصاحب الصيام عندهم، كأنما الصيام عندهم كان مصحوبا به. لكن الصحيح أن كلمة الصيام تعني في لغة العرب الامتناع، فهي امتنعت على كل عن الكلام، ففي لغة العرب يعني الامتناع. لكن جاءت الشريعة، وهذه طبيعة الشريعة عموما، هي نزلت بلسان عربي، لكن تتفق أحيانا مع اللفظة أو مع المفردة العربية اتفاقا كليا، بحيث والله يكون المعنى المراد شرعا هو المعنى المراد لغة، وأحيانا لا تعمم ويكون أوسع المعنى الشرعي، وأحيانا تخصص فيكون المعنى الشرعي أقل من المعنى العام. فإذا كان الصيام هو مطلق الامتناع، فإن الصيام هو امتناع مخصوص في زمان مخصوص بنية التعبد لله تبارك وتعالى. فالامتناع المخصوص هو امتناع عن أمور 3: امتناع عن الأكل والشراب وما في حكم الأكل والشراب، وعن الجماع. هذه أصول 3 هي تشكل جوهر الصيام أو جوهر الامتناع المراد شرعا، أنك تمتنع عن الأكل وعن الشراب وعن الجماع من وقت طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. في هذا التوقيت أن يمتنع الإنسان تماما عن الأكل والشرب والجماع، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بنية الاستشفاء أو بأنه لم يجد ما يأكله ولا ما يشربه فكان صيام عجز وليس صيام تعبد، ولكن لا، هو يقصد أن يتعبد لله تبارك وتعالى بصيامه. فباختصار الصوم هو الامتناع عن المأكل والمشرب والجماع من لحظة طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى. فهذا هو الصيام الذي يعد صاحبه صائما ويعد إن شاء الله مأجورا. جميل. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابته يستقبلون هذا الشهر؟ طبعا الصحابة رضوان الله عليهم طريقتهم يعني سبحان الله مختلفة بشكل كبير عن كثير من أفعالنا نحن أو طريقتنا. يعني كان السلف بعضهم يصف بأن الصحابة أو السلف عموما كانوا يودعون رمضان 6 أشهر ويستقبلون رمضان في ال6 الأخرى. يعني تصور كأنما عندما ينتهي الصيام عندهم يدعون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم هذا الصيام لمدة 6 أشهر، فإذا انتهت ال6 أشهر يبدأون بعد ذلك أن يجعلهم يدركون رمضان القادم ويبلغهم رمضان. وهذا طبعا على مستوى الاستعداد النفسي والتهيئة النفسية كبيرة جدا، أن يكون الإنسان مستشعر. يعني بعض الناس سبحان الله يداهمه رمضان وهو قد لا يكون الاستعداد النفسي مهيأ أصلا، لأنه والله هو يستقبل رمضان، وفجأة يلقى الناس أمام رمضان ويقول سبحان الله إنه وصل رمضان. لكن لا، هم بالنسبة لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت طريقته الإكثار من الصيام في هذا الشهر اللي هو شهر شعبان، كان يكثر فيه الصيام.
وكان تعليله عليه الصلاة والسلام أن هذا الشهر يغفل عنه الناس، وفي نفس الوقت هذا الشهر أيضا يتهيأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، ويمكن غيره أن يتهيأ فيه بالصيام. فإذا دخل عليهم شهر رمضان لا يكون الاستقبال استقبالا مباشرا، لا، أنت عملت له مقدمات. وعموما هذه طريقة الشارع بشكل عام في موضوع العبادات، يسبقها بنوافل ويعقبها بنوافل. فلاحظ أنت رمضان يستقبله النبي صلى الله عليه وسلم بعبادات تطوعية وتنفلية في شهر شعبان، ويعقبه كذلك بست من شوال. مثل ذلك في الصلوات، تجد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الصلوات عنده نوافل قبلية ونوافل نوافل بعدية. كان هذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتهيأ لرمضان في شعبان بأن يستقبل هذا الشهر بالكثير من الأشياء. أيضا كان بعضهم يستقبل رمضان كذلك بقضاء ما فاتهم من صيام في شهر رمضان السابق، حتى لا يدخل عليهم رمضان. وخاصة هنا أنا أنبه للنساء، يعني الأخوات، ننبههن بأن من كان لها أو من كان عليها قضاء في رمضان السابق تحرص كل الحرص أن تصومه قبل أن يدخل عليها رمضان. وكان هذا على كل ديدا. أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تصوم كثير من قضائها في هذا الشهر المبارك. أيضا كان الناس يستقبلون هذا الشهر بالتوبة والاستغفار والاستعداد النفسي والمعنوي لهذا الشهر المبارك، لأنك أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى في شهر عظيم تريد فيه معية الله، تريد فيه تطهير هذه النفس. وطهارة النفس لا تستقيم مع الذنوب، مع المعاصي، مع الآثام، مع الخصومات أيضا التي ربما تكون كثير من الناس يعني متعلق فيها. فكان على كلنا السلف رضوان الله عليهم يقبلون على هذا الشهر إقبالا كليا بأن يتقبل الله منهم. ثم أيضا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة من رمضان كان يخاطب أصحابه عن هذا الشهر وفضائل هذا الشهر وما في هذا الشهر من أعمال ترفعهم عند الله سبحانه وتعالى، ومضاعفة الأجور في هذا الشهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يهيئ أصحابه في هذا الشهر وكيف يستقبلونه استقبالا يليق بهذا الشهر، وخاصة أنه ركن من الأركان، والأعمال فيه تقريبا ليس كالأعمال في غيره، لأن هذا الشهر يندرج في أبواب الصبر. إذا كانت الصلاة تندرج في أبواب الذكر ولذكر الله أكبر، فإن الصوم يندرج في أبواب الصبر. والله عز وجل قال عن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عن الصيام في حديث قدسي يقول فيه الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. فالجزاء هنا يعني ليس محددا بحدود معينة، كل الأعمال الأخرى الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن هنا مفتوح. نعم. وعندما يقال مفتوح كأنما أنت أمام شيك مفتوح، بحيث الله سبحانه وتعالى يكتب لك فيه ما شاء. جميل. فهذه على كل كان الصحابة رضوان الله عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام يتهيئون في هذا الموضوع، لأن موضوع الصيام له علاقة كبيرة جدا بجملة من القضايا، لها علاقة بالتعبد، ولها علاقة بالتطهر، ولها علاقة بالتكافل الاجتماعي، ولها علاقة كذلك بالجوانب الصحية في الإنسان بدنيا. فإن الصوم يحدث حالة ضبط كامل لحركة الأعضاء في هذا الإنسان في فترات معينة. وهذه سبحان الله حتى الآن طبيا أثبتوا بأن ما يحتاجه الإنسان من صوم خلال السنة تقريبا يحتاج هذا الشهر للجوانب الصحية والطبية. جميل. بالحديث عن الأجور، هل هنالك فرق في الجزاء في العبادة في العشر الأولى أو العشر الوسطى والأخيرة؟ هو على كل العشر الأواخر فيما يتعلق بلياليها، ليالي العشر الأواخر، نعم، العمل فيها أفضل ومضاعف كليالي، باعتبار أن هذه الليالي فيها ليلة القدر على وجه التحديد، وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصيام من حيث هو كأيام لا يكاد يكون فيه تفاوت كبير. لكن بالنسبة لليالي نلاحظ أن ليالي رمضان، الليالي العشر أفضل لأن العلماء قارنوا ما بين العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فقالوا بأن نهار العشر الأول أفضل من نهار العشر الأواخر، ولكن ليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وبالتالي يكون الإنسان في هذين الموسمين سبحان الله جمع ما بين ليالي فاضلة وما بين أيام فاضلة وهي الأيام النهارية. وبالتالي الأفضل أن الإنسان هو بطبيعة الحال سيظل إن شاء الله هذا الصوم كله
في أيامه. صحيح وردت بعض الأحاديث تحاول أن تقسم الأيام، أوله رحمة وأوسطه، لكن هذا لم يثبت عموما عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. على من يجب الصيام؟ الصيام يجب على المسلم ابتداء، فهو لا يصح من الكافر وإن صامه. لا يصح من الكافر، وبالتالي شرط الإسلام هو شرط أساسي في كل الأعمال، ليس خاصة في العبادات، يعني والعبادات والمعاملات. لا يصح من الكافر إلا أن يسلم، وإذا أسلم بعد ذلك إن شاء الله يكون له ولا يجب عليه بطبيعة الحال أن يقضي ما فات إذا أسلم أيضا. فدل ذلك على أنه لا يقبل منه إلا من لحظة دخوله في الإسلام، وبالتالي الإسلام شرط أساسي في الصيام. الأمر الثاني على من يجب على البالغ أيضا العاقل. فلا يجب، مش لا يصح، لا يجب على الصبي، ولكن قد يتقبل منه إذا صام. لا يجب على الصبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم. إذن يصح من الصبيان ويكون مقبولا منهم، ويكون إن شاء الله أجره على كل لوالديهم، ولكن لا يجب عليهم. فلا نستطيع أن نوجب على الصبي غير البالغ الصوم، ولكن نحثه عليه كما نحثه على الصلاة من عمر 7، مروهم ل7 واضربوهم ل10. كذلك نحثهم على الصيام، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحثون أطفالهم، دعك من صبيانهم، يحثون أطفالهم. لكن هنا نتكلم عن الوجوب، فالوجوب لا يجب إلا على من بلغ الرشد، والرشد معروف علاماته على كل، سواء كان ذلك بالاحتلام أو كان ذلك بالسن اللي يمكن أن يصلها الإنسان. وكذلك لا يجب على المجنون، فيجب أن يكون من يصوم عاقلا. نعم. فالمجنون لا يجب عليه الصيام، ورفع عنه القلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا يجب على العاجز، الشخص الذي لا يستطيع أن يصوم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وتيسيره على الناس، أن الشريعة كما يقولون يعني المشقة تجلب التيسير، يعني المشقة الحاصل على الإنسان تجلب له تيسيرا شرعيا. والعجز هنا قد يكون عجزا مؤقتا وقد يكون عجزا دائما. العجز المؤقت هو الأمراض المؤقتة التي تكون مثلا تصاحب الإنسان في هذا الشهر، فلا يستطيع معها الصيام، فيكون عجزه عجزا مؤقتا، هذا يفطر عليه بعد ذلك القضاء. وأما العجز الدائم الذي هو يقولون عنه ما يكون الشخص مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أي أنه خلاص يعني هذه من الأمراض التي تصنف أمراض مستديمة أو مستدامة، فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام لعدم قدرتهم عليه، ولكن يجب عليهم الإطعام. نعم. إذن عندنا موضوع القدرة، هذه من الأشياء لا تجب على العاجز، لا يجب على العاجز الصيام. كذلك لا يجب على المسافر، لأن السفر أيضا يصح معه الترخص ويمكن للإنسان. لكن موضوع السفر طبعا مسألة على كل أيهما أفضل للإنسان. قيل بأنه ينظر ما هو أصلح له، قد يكون أصلح له الصيام وقد يكون أصلح له وأنفع له الفطر، فبحسبه. لكن هنا نقول لا يجب عليه وجوبا، بمعنى أنه إذا لم يصم يكون آثما. أيضا عندنا الإقامة، اللي هو السفر مع الإقامة طبعا. نعم. اللي هي الشرط الخامس اللي هو الخلو من الموانع، خلو الشخص من، وهنا تحديدا يتم الحديث عن النساء، اللي هو الحامل، لا اللي هي النفساء والحائض. نعم. النفساء والحائض هذه لا يجب عليها الصيام، ولا يصح منها إن صامت أيضا. يعني هنا لاحظ الفرق بين الحائض والنفساء وبين المسافر. المسافر يصح منه إن صام ولكن لا يجب عليه. الحائض والنفساء لا يجب عليها ولا يصح منها، يعني لا يصح منها أن تصوم في هذا الشهر، لأن هذا مانع من موانع الصيام. فهذه تقريبا الشروط الخمسة التي يعني تجب أو يجب معها الصوم إن شاء الله. جميل. ليلة القدر والحديث عنها يطول، لكن دعنا بشكل مختصر نتحدث عن فضلها عن بقية الليالي. نعود هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سبحان الله ثلاث أشياء فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم. الواحدة أو الأولى هي من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذه الأحاديث تقريبا واردة
في مسألة غفر له ما تقدم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، أن من صام رمضان مؤمنا بفرضية أن الله فرضه ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ويحتسب الأجر عنده، فإن ذلك يكون غفرانا لذنوبه السابقة ومكفرا لسيئاته التي سبقت. على تفصيل على كل في هذا الموضوع. الأمر الثاني من قام، عندنا من صام وعندنا كذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المسألة الثالثة من قام ليلة القدر، وليلة القدر على كل هي من الليالي الفاضلة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، وقال التمسوها في الليالي العشر وفي الليالي الوتر منها، طبعا أكثر رجحانا وأكثر يعني يتلمسها الناس بشكل أكثر. لكن هنا نلاحظ مسألة مهمة جدا حتى أيضا ينتبه إليها الناس، وهو حكمة الله سبحانه وتعالى التي اقتضت بأن الله يخفي عن الناس هذه الليلة. ونلاحظ الآن هذه الحكمة وفائدتها سبحان الله في الاختلافات التي تحصل الآن في الصيام. يعني بعض الناس يصوم مثلا السبت، والبعض الآخر يصوم الأحد، والبعض قد يكون يصوم الجمعة. فأنت أمام اختلاف في إيه؟ اختلاف في الليالي، ولا يمكن لليالي هذه كلها الليلة هي ليلة واحدة، فقد تكون عند البعض ليلة وترية وقد تكون عند آخرين ليلة إيه؟ ليلة زوجية. ولهذا يحرص الإنسان الصائم إن شاء الله أن يصوم الإنسان الصائم أن يقوم العشر الأواخر إذا أراد أن يلتمس ليلة القدر. وليلة القدر طبعا ليلة ذكرها تبارك وتعالى في سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، الإنسان عليه فيها بالقيام وعليه فيها بالذكر وعليه فيها بالدعاء، وعلى كل يتعبد الله ويتنسك وينقطع في هذا اليوم ما استطاع. جميل. لا نستكمل الحديث عن هذا بعد الفاصل. متابعينا الأكارم كونوا على مقربة، فاصل قصير ونعود إليكم. عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. متابعين الأفاضل، نذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. عودا على بدء فيما سبق الحديث عنه عن ليلة الفضل ما قبل الفاصل. شيخنا، هل هنالك أدعية أو أعمال محددة ليلة القدر؟ ماذا إذا وافق الإنسان ليلة القدر؟ ماذا عليه أن يفعل؟ ليلة القدر على كل هي ليلة يعني يكون فيها بشكل عام القراءة للقرآن الكريم، ويكون فيها كذلك القيام، ويكون فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. وهنالك بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان في نهاية المطاف فيما يتعلق بالأدعية فهو يدعو بما شاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنت ادعو بما شئت. وحاجات الناس تختلف بطبيعة الحال، من حاجات دينية إلى حاجات دنيوية، وحاجاتهم الدنيوية أيضا تختلف. هنالك من يريد صحة وعافية، وهنالك من يريد قوة في الدين وقوة في البدن وقوة في اليقين. على لكل إنسان مراده ومطلبه، فالإنسان يدعو بما شاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس الأدعية الجامعة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مثلا من الأدعية الجامعة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذه من الأدعية اللي ممكن الإنسان إن شاء الله يكثر منها. وكذلك اللهم أسألك العفو والعافية، وأسألك تمام العافية، وأسألك الشكر على العافية. هذه من الأدعية التي يمكن أن تكون جامعة
والإنسان إذا سأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فما ترك شيء، يعني كأنما يعني كل المطالب جمعها في إيه؟ في هاتين الكلمتين. فالعفو يتعلق بالآخرة والعافية تتعلق بالدنيا، وقد تكون كلاهما على كل في الدارين، يعني يعفو الله عنك هنا وهناك. وتمام العافية واستمرار هذه المسألة حتى لا تنقطع، ثم بعد ذلك الشكر على هذه العافية، لأن الإنسان أيضا إذا أوتي عافية ولم يشكر الله عليها فكأنما نعمة كفرها هذا العبد. فعلى كل في هذه الليالي الإنسان يكثر من الجانب القيام وجانب كذلك الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. وقد ضيق البعض في أن والله الأمور المتعلقة بالذات بالجوانب الاجتماعية بعضهم لم يدخلها، لكن أنا أقول هذا تضييق عموما. يعني يمكن للإنسان في هذه الليلة أن يزور مريضا، يمكن للإنسان قبل أن ينتصف عليه الليل مثلا يذهب إلى بعض من يريد أن يزورهم صلة للرحم، يريد أن يساعدهم ببعض المساعدات، يريد أن يقدم نفعا للناس، قد يكون في هذه الليلة يحضر درسا. فعلى كل إنسان في هذه الليلة أن يجمع من الأعمال ما يكون إن شاء الله زادا له عند الله سبحانه وتعالى. هو بلا شك الانقطاع في هذه الليلة للتعبد والذكر والصلاة وكذا هذا الأفضل بلا شك، لكن أيضا لا ننسى بأن الإنسان يمكن أن يجمع أكثر من عمل، والله تبارك وتعالى جعلنا دائما نجمع ما بين الأعمال المتعدية والأعمال اللازمة. فهنالك أعمال لا تتجاوز الإنسان أن تذكر الله وتدعوه وكذا، لكن هنالك أعمال متعدية نفعها يتعدى للغير، قد تكون هذه أيضا فيها إن شاء الله متسع للناس في هذه الليلة المباركة. جميل. ماذا عن أداء العمرة في العشر الأواخر أو في شهر رمضان عموما؟ هو من أفضل الأعمال عموما، الأعمال التي تقدم في رمضان العمرة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. فكثير من الناس قد لا يتاح له فرصة الحج، أو قد سبحان الله يؤدي عمرة ولا يتاح له بعد ذلك إما بالموت أو غيره. فالله تبارك وتعالى من فضله وكرمه أنه يعطي الكثير على القليل. فمن أدى عمرة في رمضان فإنها من حيث أفضلية الزمان، هنا الميزة، لأن رمضان فيه الأفضلية العامة، فإن أداء العمرة فيه أيضا من الأعمال إن شاء الله الفاضلة، وقد تعدل كما ذكرنا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. في جانب آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ما المقصود من هذا الحديث؟ هذا أولا يدخل في آداب الصيام. من آداب الصيام عندنا أدبين مهمين جدا، الأدب الأول موضوع السحور وأدب السحور، والثاني تعجيل الفطر. نعم. وكلاهما سبحان الله حض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فحض النبي عليه الصلاة والسلام على السحور وأشار إلى وجود البركة في السحور. ومسألة البركة سبحان الله يعني يلمسها من عاش الحالة. يعني فرق كبير جدا اليوم الذي تتسحر فيه واليوم الذي لا تتسحر فيه. يعني من جرب ذلك فإنه تلاحظ بأن اليوم الذي تتسحر فيه تلمس أثر ذلك في قوتك وبدنك ونشاطك وحيويتك وعدم تعبك في هذا اليوم. فهذه البركة منعكسة عموما على الإنسان، وهي طبعا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إخباره حق وصدق فلا مجال فيه. اليوم الذي لا يتسحر فيه الإنسان تجد الإنسان سبحان الله متعب ومرهق وكسول إلى غيره. فلذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مسألة السحور من آدابه ومن سنن هذا الصيام، والأفضل أن يؤخره الإنسان، يعني يجعله في آخر الوقت. يعني بعض الناس سبحان الله يتسحر الساعة 1 وينوم وخلاص، لا، الأفضل أن تجعل لتكون مفيدة لك، على الأقل لما أنت مثلا قبل الفجر بربع ساعة أو قبله ب10 دقائق تسحرت في هذا التوقيت، فإن ذلك سيستمر معك لوقت أطول مما أنك أنت تتسحر قبل 4 ساعات وتهضم الطعام وتكون محتاج إلى وجبة جديدة. فعلى كل هذا من هديه عليه الصلاة والسلام أن يحصل تأخير للسحور، وهذا من فضل الله علينا في أن الله تبارك وتعالى ما منعنا على كل هذه الوجبة المهمة جدا هي وجبة السحور. ثم أيضا من الآداب أيضا موضوع تعجيل الفطر، وهو أن الإنسان بمجرد أن تغيب الشمس عليه أن يفطر ولا يتأخر،
وهذا أيضا من سنته عليه الصلاة والسلام. ويخالف ذلك حقيقة بعض الناس أو بعض المذاهب، خاصة المذاهب الشيعية، في أنهم يؤخرون الفطر إلى أن تظهر النجوم ويدخل الليل. عجيب. وهذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. أخيرا وليس آخرا شيخنا، تنتشر في رمضان الكثير من المسلسلات، فما نصيحتكم في هذا؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي عموم المسلمين، ويهدي كذلك النخب ووسائل الإعلام والشبكات الإعلامية المنتجة عموما لما يتعلق ببرامج رمضان. للأسف الشديد يعني لا ننطلق، وهذه للأسف يعني هي جزء مما يسمى التدين السوقي، أو أن تجعل الدين له علاقة بالبزنس، ويكبه همك كله إنه في رمضان والله ما الذي يمكن أن يسوق بشكل أكبر وبشكل أوسع. فتجد أنهم مثلا كل اهتمامات كثير من القنوات الفضائية أن يجعلوا من هذا الشهر المبارك وهذا الشهر الفضيل شهر المسلسلات التي تملأ الشاشات. وللأسف الشديد هذه المسلسلات كثير منها يصنف بأنه مسلسلات هابطة، مسلسلات مثيرة، مسلسلات لا تعزز في الإنسان روح التدين والإقبال على الله بقدر ما تصرفه عن الله تبارك وتعالى. فعلى كل هذه من ابتلاءات هذا الزمان، في أنه الإنسان على الأقل أمامك أنت شاشات مفتوحة، وأمامك عموما ضخ هائل جدا. لكن هنا نقول مسألة مهمة جدا، في أن الله تبارك وتعالى أيضا أوسع البدائل وجعل هنالك مساحات كبيرة جدا، بحيث في السابق أنت محصور أمام شاشة واحدة وهي شاشة الدولة، فكان الناس يضخ فيهم كل ما يمكن أن تنتجه الدولة من مسلسلات أو غيره. لكن الآن بفضل الله عز وجل أنت أمام الشاشة يمكن أن تقلب في 30-40 حالة أو أكثر من ذلك، وأمامك فرص. فبدل الإنسان يضيع وقته ويضيع رمضان ليله على الأقل في مشاهدة هذا النوع من المسلسلات التي لا تزيده علما ولا تزيده يقينا ولا لا تزيده إيمانا، بل تأخذ من رصيده وتخصم من تدينه، فنحن ننصح على كل بأن الإنسان في هذا الشهر عليه أولا أن يراعي حرمته، ويراعي أيضا مطلوب ومقصود الشارع في هذا الشهر. فليس المقصود في هذا الشهر إنك أنت والله مال تعيش حالة ملل وتريد، لا، أنت في هذا الشهر يفترض أن تعيش القرب من الله سبحانه وتعالى والأنس مع الله عز وجل. صمت النهار ويمكن الليل أن تجعله مساحة للمناجاة، مساحة للذكر، مساحة لتلاوة القرآن، مساحة للتذاكر مع العائلة في موضوع هذا الشهر. فعلى كل يعني موضوع يعني هي حالة عمت بها البلوى وعمت بها للأسف الشديد ساحاتنا الإعلامية. وبطبيعة الحال الله عز وجل سيسأل هؤلاء جميعا، المنتجين على المروجين على أصحاب القنوات، سيسألهم الله سبحانه وتعالى عن ضلالهم وإضلالهم. بطبيعة الحال ضلالهم في ذواتهم وإضلالهم لخلق الله تبارك وتعالى. فبدل أن يساهموا في هذا الشهر المبارك في تحقيق مقصود الشارع في قوله لعلكم تتقون، أي كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، تتقون المحارم، تتقون المظالم، تتقون العدوان، تتقون البغي، تتقون الفواحش، هذه كلها من الأشياء التي أرادها الله تبارك وتعالى أن تكون لنا في هذا الشهر المبارك. لكن للأسف الشديد القنوات صارت تعمل على خلاف مراد الله عز وجل. شكرا لكم دكتور حسن سلمان، والشكر موصول لكم أنتم متابعين ومشاهدين الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نكرر الشكر لضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، شاكرين لكم. أهلا وسهلا، جزاك الله خير. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. ترقبونا في نفس الموعد من كل أسبوع. هذا محدثكم عبد الرحمن محي الدين، إلى حلقة قادمة، دمتم بود.